برامج زي الكاد وال3 دي والبيم دي مش مجرد ادوات عاديه، دي تعتبر هي اساس المهنه والعمود الفقري للشغل المعماري. يعني مهما حصل محدش هيقدر ياخد مكانك في السوق لو انت متمكن من البرامج دي وعارف تطلع منها شغل محترم ومتقن. ويا ترى ايه اللي بيحصل في عالم الهندسه المعماريه دلوقتي وقالب الدنيا؟ طبعا عم الكل هو الاي اي، الذكاء الصناعي اللي خلاص حضر بقوه وبيغير قواعد اللعبه كلها من اساس. الاي اي بيزحف على الساحه المعماريه زي موجه عملاقه محدش يقدر يوقفها، وبيقلب الموازين كلها راسا على عقب. كل يوم بنشوف تطبيقات وامكانيات جديده من التصميم للتحليل للتنفيذ. البرامج دي بتفتح افاق جديده ما كناش نتخيلها قبل كده، وبيخلينا نفكر في مستقبل العمارة بشكل مختلف تماما. والاكتر من كده هي السرعة اللي بيتطور بيها الذكاء الصناعي. كل يوم في اكتشاف جديد وامكانية جديدة بتسيبنا كلنا في ذهول تقريبا. بس الاول خلينا نتفق على حاجة مهمة جدا، وهي ان اساسيات المهنة واصول الصنعة وحتى البرامج التقليدية عمرها ما هتموت ولا هتختفي من السوق. برامج زي الكاد وال3 دي والبيم دي مش مجرد ادوات عادية، دي تعتبر هي اساس المهنة والعمود الفقري للشغل المعماري. يعني مهما حصل محدش هيقدر ياخد مكانك في السوق لو انت متمكن من البرامج دي وعارف تطلع منها شغل محترم ومتقن. بس المشكله الحقيقيه اللي بنشوفها دلوقتي ان في ناس كتير واقفه عند النقطه دي وبس، قافلين دماغهم وقافلين على نفسهم ومكتفيين بقى انا متمكن في الريفت وخلاص. لا لا لا، ما ينفعش كده ابدا، لان الاي اي هيأثر على كل حاجه، حتى البرامج دي وحتى كمان على طرق وفلسفات التصميم. فهي حتى لو الحاجات دي فضلت مهمه، لكن تاكد ان شكلها ومضمونها هيحصل فيه تغييرات جذريه لازم تكون مستعد ليها.